اللهم صل وسلم على أشرف المرسلين. عسلامتكم يا جماعة، صباح خير ونهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد وبرك الأيام. الفيديو هذا سجلته البارح في الليل بعد ما طيبنا العشاء. تو نهبطه لكم العشاء، مازلت ما هبطوش. هو عملت لوبيا بالكعابر. قلت خلينا نهبط الفيديو بتاع الحلو الساعة، خاطر عندي قريبي هبط له المملحات، العجينه بتاع المملحات، قال لي يعني عندي تونسيون المملحات يقلقوني. قلت له نوعدك نهبط لك الحلو قبل العشاء. يعني باش نهبطه له. عملت بسكوتو هشوش يذوب ذوبان في الفم. للبسكوتو هذايا يلزمنا زبده، نحطوا تقريبا 150 جرام زبده. انتو قداش تحب تعمل كونتيتي، كان تحب تكثر الكونتيتي تكثر المقادير، تحب أقل تعمل أقل المقادير. حاسيلو عملت 150 جرام زبدة، حطيت لهم قرابة 100 جرام سكر محور. السكر محور احنا واش نحبه، الحلاوة نزيدوا ولا نقصوا على كيفنا. حطيت لهم 100 جرام سكر محور، زدت عليهم 2 قراط فاني وكاس غير ربع كيكة زيت نباتي، وحطيتهم يتركضوا مليح بالميكسور. الزبدة ماذا بينا تكون البرة طرية باش تتركض مليح، خليهم يتركضوا مليح 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 بالميكسور اللي يتضاعف الحجم متاعهم. ومن بعد نعملوا نزيدوهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، نزيدوهم عظمتين تدريجيا. لا بالنسبة لي عملت 150 جرام، زدت 4 عظمات خاطر حبيت نكثر الكونتيتي، زدت 4 عظمات. وزدت فارينة قرابة رطل فارينة وقرطاس خميرة وشوية ملح كالعادة. وهذه هي المكونات، معناها سهلة. وزدت 2 قراطس تاع الكريم باتيسير، هذيك الكريمة اللي نطيبوها في رمضان، بوفاني كريم باتيسير. واللي ما عندوش كريم باتيسير يزيد نشاء. زدت اني 2 قراطس، القرطاس فيه 40 جرام، معناها زدت 80 جرام. وكما قلت لكم اللي يحب الكمية أقل يعمل كان أقل شطر اللي عملته، مثلا يعمل 100 جرام زبدة، عليها 50 جرام سكر محور، عليها قرطاس سكر فاني، عليها شطر كاس زيت نباتي، عليها عظمتين برك، وعليها 300 جرام فارينة، وقرطاس برك بتاع كريم باتيسير 40 جرام. اني عملت بزيت شوية. باش نشوفوا كيفاش يتركزوا، كيفاش تولي البات. مش بات، هي عبارة تظهر كأني كريمة الزبدة، فهمت؟ كأني كريم شانتيه كي تتخلط. باش نخدموها بالبوشادوي هذاك في كعبات بسكوت، وكيما السابلي نلصقوهم في بعضهم بطرف معجون ونعملوا عليهم شوية شوكولاتة من فوق. وجاوني صدقوني خير من متاع الحوانت، هشوشين يذوبوا ذوبان في الفم. هنا قعدت خليت الزبدة والسكر محور يتخدم، ومن بعد باش نزيد الزيت ونزيد سكر فاني. هنا باش نزيد الزيت تدريجيا، هاكم ريتو كاس غير ربع كيكة زيت. نصبوا بشوية بشوية، وبعد نصب العظم ونزيد بقية المكونات الكل وخليه يتركض منيح حتى تشوفوا تكستور في الاخر كين هي. هنا قاعد يتركض، ما بيتش نسرع في الفيديو باش تشوفوها بالقدام معناها كيفاش. كما قاعدين نشوفوا هنا قاعد يتركض. أنا عبارة ولا كأنه كريمة مخفوقة، كأنه كريم شانتيه. هنا باش نزيد سكر فانيليا، زدت 2 قراط سكر فاني، وبعد نزيد شوية ملح، الفارينة، 4 عظمات كيما باش نشوفوا مع بعضنا.
هاو هنا باش نزيدوهم ونخليوها ديما تتخفق بشويه، ما نزربوش واحده واحده. باش نزيد الكريم باتيسير. انا زدت قرطاس اخر سكر فاني. تو باش نحل الكريم باتيسير نزيدها. هاو الكريمه شفتوها كيف ان هي انديري معناها شو اسمها كايني كريم شانتيه معناها اكثر مني عجينه معناها ديجا. حتى كي باش نزيدوها الفرينه باش تقعد الكيكه معناها. هذاك علاش السر اني باش تجينا هشوشه وطريه. هنا زدت الكريم باتيسير، هي الكريمه اللي نطيبوها في رمضان هذيك اللي نشريوها جاهزه نتاع المغازات. زدتها بالجو بتاع الفاني. زدت زوز وحيد. القرطاس هذاك فيه 40 جرام معناها زوز 80 جرام. كما قلت لكم اني جوست كثرت الكميه باش ما تجينيش شويه معناها كما قاعدين نشوفوا هنا. زدت زوز ورجعت تتركض شويه، ومن بعد باش نزيد الفرينه ونزيد العظم. هنا سرعت في الفيديو، قعدت نحل في العظمات. زدت تدريجيا عظمتين ومن بعد زدت عظمتين اخرين. معنا اللون ديجا بدا يتبدل من العظم. وهنا باش نصب الفرينه كما قلت لكم قرابه رطل الفرينه. غادي زدت قرطاس خميره نتاع جاتو وشويه ملح، وزدت خليتهم يتركزوا مليح يتخلطوا في بعضهم بالكدا بكدا. بعد نقصت في الفوليوم تاع الركضه. وهذه هي التكستور نتاع البات كيفاش تطلع لنا. عباره كريمه مخفوقه كما قلت لكم بالضبط. باش نعبيها في البوش هدوي ونبدا نشكل فيها في الطبق نتاعي. عباره على صوابع بشكوتو اما صغيرين قصيرين، خاطر باش نعملوهم بالمعجون ولصقوهم في بعضهم كي السابلي بالضبط. هاكم تشوفوا فيهم لونهم ابيض خفيف كي القطن في ساعه ما يهبطوا، خاطر معناها التكستور نتاعهم عباره كريم شانتيه كما قلت لكم، خاطر مخدومين بالزبده وبالكريم باتيسير وكل. ماهمش رزان وثقال كما بالفرينه. هنا كملت شكلت كعبتي كل، عمل لي زوز طبقه، ومن بعد باش نبدا نعمر فيهم بالمعجون في الوسط، ومن بعد نذوب طرف شوكولاته ونحطها فوق منهم. وهاتوا تشوفوهم كيفاش هشوشين ومحلاهم، وتشوفوا طريقه التعمير نتاعهم بالترف معناها. حتى كي جيت نحطهم في الكوشه ونخليهم يحمروا ونعسوا عليهم ونخرجوهم خاطر في ساعه يحمروا. وها باش تشوفوهم كيفاش معناها كي جيت نحي فيهم تلموها شوشين تكسروا لي كعبات معناها وين نحي فيهم من الطبق. لازمكم تسيسوا وانتم تنحيوا في الكعبات من الطبق خاطر هشوشين على الاخر في ساعه ما يتكسروا، فهمت؟ حسيلو هني كملت نحيت كعباتي كل وعمرتهم بالمعجون. نلصق كعبتين هكا في بعضهم ونحط في الطبق، ومن بعد نحط عليهم شويه شوكولاته وناكلوا بالشفاء. ها باش تشوفوهم كيف هما. حسيلو عملت بك الكونتيتي هذيك عملوا لي زوز طبوقه. طبق ثالث صغير ماهوش حاجه معناها مفيد، عملوا لي زوز طبوقه. هاكا تشوفوا الكونتيتي اللي حطيتها. هنا كملت عمرتهم بالمعجون وعملت عليهم الشوكولاته من فوق وناكلوا بالشفاء. وهشوشين برشا. ها باش نوريكم كيفاش قدهمش هشوشين معناها في ساعه تتكسر في ساعه تذوب ذوبين في الفم، يصلحوا باهين لفطور صباح القهيوه.
معناها حاجة باهية برشا أغزر كيما تشتروهم بالشارع وأبن تلقاوهم أبن. علاش نشترو فيهم بالشارع وإحنا نجمو نعملوهم في الدار؟ على هشوشة على الآخر أغزر باش نكسرها الكعبة تتكسر فاسيلمون ما فيها شيء، هشوشة على الآخر ما فيها شيء. وهذه كانت وصفتنا وإن شاء الله نهاركم زين.